السلام عليكم. انا اسمي محمد خالد، في الاساس دكتور صيدلي وبشتغل في التجاره الالكترونيه بقالي حوالي 10 سنين تقريبا. طيب لو انت اول مره في حياتك تسمع عن مصطلح الدروب شيبينج او شوبيفاي او الحاجات دي كلها، حرفيا انت فايتك كتير. تعالوا كده مع بعض في خلال دقيقه او حته كده صغننه نعرف يعني ايه دروب شيبينج وازاي فايتك كتير وازاي ممكن تكسب من حاجه زي دي بشكل قوي جدا. يلا بينا. انتبه، بدل ما تشتري المنتج ده وتكون شخص مستهلك، تقدر ان انت تعمل موقع او متجر الكتروني وتبيع المنتج ده. يلا نشوف ده بيحصل ازاي. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، هيدخل الشخص اللي مصور الفيديو على موقع امازون وجاب المنتج ده عامل بالظبط 149 ريال، وبعد كده دخل على موقع المورد لقيه عامل حوالي 39 ريال، ففي فرق كبير تقدر تكسبه لنفسك. طيب القصه ده هتمشي ازاي؟ اول حاجه تقدر تخش على المواقع اللي بتستضيف اصلا ان انت تعمل موقع الكتروني، وفي طبعا القصه دي ليها كلام كبير لوحده نتكلم فيه في تفاصيل تانية، وبتعمل موقع الكتروني او متجر الكتروني لنفسك. طيب الخطوه الثانيه، بتروح على تاخد البيانات من المواقع بتاعت الموردين، تاخد الصور والبيانات وكل المعلومات الموجوده على المنتج وتحطها في المتجر الالكتروني اللي انت انشاته، وتحط السعر بقى اللي انت عايزه. طبعا الفيديو ده بيجيب لك مثال ان هو حاطط السعر اللي كان موجود في امازون. اي طلبيه طبعا بتجيلك بتطلبها للعميل من هنا وتدفع للمورد ال 39 ريال والمكسب انت بتاخده. طيب خليني اقول لك هنا التجربه، بيقول لك الشخص ده ان هو كسب حوالي 9200 ريال من المنتج اللي معروض في الصوره، وطبعا ده مثال ان التجاره الالكترونيه حاجه قويه جدا دلوقتي تقدر تستفيد منها بشكل كبير. ورجعنا لكم تاني، وكده انت فهمت يعني ايه دروب شيبينج. خليني اقول لك بس عن معلومه بسيطه. الدروب شيبينج ده مهاره من ضمن مهارات كتيره جدا جدا موجوده في اكاديميه جيفول التعليميه، والاكاديميه دي كل الكورسات اللي فيها معتمده من البورد البريطاني للتدريب والاستشارات، ودي حاجه قويه جدا في المحتوى. طبعا اكيد في فرق بين اي كورس او محتوى مجاني هتلاقيه على اليوتيوب وما بين المحتوى المدفوع، الموضوع مختلف تماما عشان تبقى فاهم بس. طيب خليني اقول لك، لو انت اول مره تسمع اصلا عن كلمه جيفو نفسها، فانت فايتك اكتر من الدروب شيبنج اصلا ذات نفسه. ليه؟ لان الجيفو دي بتشتغل في 5 قطاعات تقدر تكسب منهم كلهم فلوس. الحاجه الاولى التسويق والبيع المباشر، الحاجه الثانيه قطاع السياحه والسفر، الحاجه الثالثه الكورسات التعليميه زي ما احنا اتكلمنا عن واحد منهم، في كتير طبعا غيره، والحاجه الرابعه هي قطاع المنتجات الصحيه والمكملات الغذائيه، والحاجه الاخيره والخامسه سوق كبير جدا اسمه سوق التداول، وموضوع العملات وموضوع الاسواق الماليه، موضوع كبير كمان دلوقتي ده لوحده تقدر تكسب منه كتير جدا جدا جدا. كل دي انماط واشكال تقدر تستفيدها من خلال براند واحد بس اسمه جيفو. اسال على الموضوع ده واطلب ميتنج تفهم فيه التفاصيل. سلام عليكم.